فتح؟ فتح ايه؟ ده الهد دماغه اتفتحت وفوت مننا. يا لسخرية القدر، الهيل تستسلم والدرج أبى أن يستسلم. ده لو شايل في الدرج ده سر التحنيط ما كانش قفله كده. سر التحميض. بس البوليس يا ريت. شيماء. ايوه شيماء. انت يا مازو كنت بايت فين من امبارح؟ بتخوني مع مين يا مازو؟ سعدون. مع سعدون؟ لا انا مش بخونك مع انا كنت عند سعدون امبارح، كنا قاعدين انا هحكي لك. احنا كنا قاعدين عنده بنلعب بلاي ستيشن وكده، وبعدين قررنا نطلب اكل من عبده كفته. بيبيع ايه عبده كفته ده؟ بيبيع عبده كفته يا شيماء. هيبيع ايه؟ بيبيع كفته طبعا. فالمهم انا بقى ناسي ان انا عندي حساسيه من الكفته، فاكلتها من هنا بقى، وبعدين طفح بقى في كل حته، وشي ده اتملى كفته كده في كل حته، ونقلوني على المستشفى بقى شغلان. يا كذاب، بطل كذب بقى، انت اصلا ما عندكش حساسيه من الكفته. يا شفتي انت كمان ناسيه ان عندي حساسيه من الكفته. هو اللي بيجي له حساسيه من الكفته ده بينسى، ده ما اعرفش ايه الموضوع ده. بقول لك ايه يا مسيلمه الكداب، انت شوف انت رايح فين عشان انا مش فاضيه لك. ها، انا هاخد ماما واوديها للدكتور تعمل العمليه، وانت وديني لما ترجع لي لاكون معلقاك في السقف مكان النجفه. سلام. هي وصلت لكده يا مازو؟ تبقى بايت عندي امبارح وانا ما اعرفش، وكمان تطلب كفته وما تعملش حسابي؟ ده ايه ده؟ ليه؟ انت صدقت يا سلام؟ انا بقى بضحك عليها. ما انت لسه قايل لها بلاي ستيشن وكفته. ايوه ده حصل امبارح. طب هنعمل ايه في الزفت ده؟ نتعب. يلا يا ماما، انت ما لبستيش كل ده، خلصي ويلا. لا، ما انا بفكر ما اروحش يعني عشان بتاع التكييف جاي. هكلمه اقول له ما يجيش. اصل كمان بنت خالتك هتيجي ولازم اطبخ يعني بقول لك ايه يا ماما، دي رابع مره تاجلي فيها عمليه عينيكي، وما تنسيش ان الدكتور ده لهف منك 83,000 جنيه حر ونار في جتته، زمانه بقى حاططهم في البنك وبيجيبوا له فوايد. ها؟ طب يعني هو الواحد ما ينفعش يرجع في كلامه؟ ما ينفعش. ويلا قومي بسرعه بدل وديني انسى انك ست الحبايب يا حبيبه انت، واعملها معاكي. طيب ماشي، بس اقطع الجزر. ماشي، هستنى بس الجزر عشان بيقوي النظر. الديناميت ما فتحوش. طب اجيب له ايه؟ حد يعرف حد بيبيع نووي؟ لا يا مازو بيه، انا مش هضيع الباقي من عمري على الدرج دي. احنا بقالنا 9 ساعات بنحاول نفتح ما بيفتحش. انا همشي. وانا كمان هتكل على الله بقى عشان اروح الشغل. رايح الشغل ايه؟ ما انت في الشغل، خليك هنا. لا، ما انت ما فهمتش قصدي. مستر زعيتر ابو زيت زيتون كان باعتني مشوار كده. مشوار ايه؟ كنت عايزني اطلع نسخه على مفاتيح الدرج ده. الراجل قافل بتاع المفاتيح ولا ايه؟ انتوا مالكوا في لا 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 لا، الزاوية كده بقت بعيدة قوي. أنا عاوز المرحلة الجديدة في الكومباوند تبقى على أعلى مستوى. فكها ورجعها تاني. يا بيه ما هي كانت هناك من الأول، دي تالت مرة تخلينا ننقلها. بقول لك إيه، أنت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ دي دواعي أمنية، وبعدين إيش عرفك أنت إن أنا مش بعمل لك اختبار؟ يلا خلصني، أنا حران وتعبان وزهقان وعطشان. أنت بتتكلم معايا كده ليه؟ واختبار إيه؟ أنت كمان هتطلعني حرامي؟ بقول لك إيه، الله الغني وبلاها الشغلانة دي أصلا. يلا يا عم. بلاها يا سيدي الشغلانة، بلاها. هو فك الكاميرا وتركيبها ده شغلانة كمان؟ أنا ممكن أركب الكاميرا وأفكها وأركبها وأفكها ومن غير عدة كمان، وما تاخدش معايا 5 دقايق. وعاملين لي فيها مهندسين. هو بوظ الشغلانة اللي الفيسبوك وعمايل الفيسبوك. هو العقد اللعبة. امسك. هنلاقيها يعني، هتروح فين؟ العجوزة مش كبيرة ما انت عارفة. ايه ده؟ استنى. جاهزين للمهمة الجديدة؟ العلبة اللي مع كل واحد منكم فيها نضارة. مطلوب منه يلبسها لمدة 24 ساعة وما يقلعهاش، وتعيشوا يومكم الطبيعي بيها عادي، واللي يقلعها لأي سبب يخسر. وكمان ممنوع حد فيكم يقلع التاني النضارة، عشان أنا فاهم الحركات دي كويس يا مازو. والجايزة 2 مليون ونص. ايه؟ 2.5؟ وسيم ومازو معاكوا دقيقتين تبلغوا باقي فريقكم بالمهمة. باي باي. باي باي. 2.5.
استنى اكلمهم بسرعه بقى. بعدين نكلم شويكارا كلام جميل. يا نهار اسود ومنيل، اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب؟ مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. تليفون. الو، ما ترد يا جميل، يا جميل. الو. ايوه يا زفت الطين. زفت ايه؟ انت اللي زفت. بقول لك ايه يا حيوان، احنا دلوقتي بنلعب، يعني اشتمك بمزاجي. بقول لك ايه، النضاره اللي معاك البسها واوعى تقلعها. البس ايه؟ البس ايه اكتر من كده؟ ده انا لابس مصيبه، الله يخرب بيتك. يا جميل البس النضاره يا جميل، مش وقت الهبل ده، وما تقلعهاش ارجوك هنخسر. حاضر، سلام يا زفت. يا نهار اسود. استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا طفيتوا النور ليه؟ استر يا رب. يا شيماء هتلبسي النضاره اللي في العلبه اللي في جيبك. انا مالي بالنضاره اللي انت اشتريتيها من شهر. لان النضاره اللي شارياها من شهر اشيك وبراند، انما النضاره اللي بعتها اللعبه مضروبه. البسيها يا شيماء. كده غريب وسعدون وشيماء عصفوره. رد يا بسيوني بقى. وسيم، ها؟ انا مش شايفه اي حاجه من النضاره دي، وحاسه انها جابت لي حساسيه. ينفع اشيلها اهرش بسرعه وارجعها تاني؟ لا ما ينفعش، استني، مالها النضاره؟ ايه ده؟ النضاره دي المفروض ما تشوفش بيها اي حاجه؟ انا مش شايف اي حاجه. بسيوني، بقول لك ايه، البس النضاره واوعى تقلعها. الو. عصفوره. بقول لك ايه، حط ايدك في جيبك هتلاقي علبه، افتحها هتلاقي نضاره، البسها وما تقلعهاش لحد ما نكسب التحدي. علبه ونضاره ازاي يعني؟ مستر موزه وانت بتبعتني؟ استنى طيب، ثانيه واحده. ايه ده، في علبه ونضاره فعلا؟ خليك معايا. ايه ده؟ لا انا مش شايف حاجه، انا مش شايف حاجه. مستر موزه انا مش هينفع العب النهارده، انا عندي امتحان مهم هيبتدي دلوقتي. وده مبرر يعني؟ عندك امتحان يعني ما عندكش حاجه مهمه؟ يا مستر معظم اسمع، انا لو سقطت الماده دي هعيد السنه، ودي 5 سنه اعيدها. والله العظيم انت كان زمانك دلوقتي هيبقى معاك الباشمهندس عصفوره. دي اول مره يعملوها اوبن بوك، يعني فرصتي كبيره ان انا انجح. بس فرصتك اكبر انك تكسب 2 مليون ونص لو لبست النضاره. 2 مليون ونص؟ ايه الضغط النفسي ده؟ ممنوع التليفونات. ليه بس ليه؟ طب بس هحل انا ازاي طيب دلوقتي؟ يا استاذ، يا استاذ. الو عصفوره. يلا يا جماعه البسوا النضاره. ايه ده؟ مازو، انت رحت فين يا مازو؟ انا في المكتب يا سعدون، وانا لحقت اروح حته يعني؟ انا لسه موجود زي ما انا. انا مش شايف ليه، هو قطع النور ولا ايه؟ لا مفيش حاجه خالص، هنقضي اليوم كده. تعالي. استني. انا مش شايفه قدامي. طب ما تجريني ليه؟ الحد ده، ما انا بجرك عشان انت هتلاقي مش شايفه اكتر مني. احنا رايحين في ايه ده؟ حيطه دي حيطه. لا. تعالي تعالي. ايه؟ تعالي اهو. اهو شجره اهي. تعالي استنى تعالي استنى. تعالي يا وليه يا ماما. تعالي اهو السلم، اهو السلم، بالراحه بالراحه. يخطر. اول خطوه بالراحه. حاسبي مش تقولي. قومي بالراحه. ده تعالي. سلم؟ السلم. طب انا هنزله كده. انزلي كده. انا هنزله كده. ماشي، احسن برضه عشان مش قادره اشدك. يلا خلاص، اخر سلمه جايه اهي. انت يعني كنت عداهم. اهو يلا وصلنا اهو. بقول لك يا ماما، نعم. ما تبصي كده، بصي على لبسي حلو. انت عايزه تضحكي عليا عشان اقلع النضاره؟ ده بعينك. وبعدين يعني انا كل لبسي براند معروفه، اي حاجه هلبسها هتبقى تحفه. انا بس اللي موترني موضوع العمليه ده. طبعا لازم تتوتري، دول 83,000 جنيه هيضيعوا عليكي. وبعدين اذا كان على اللعب ما تقلقيش، وسيم كده كده هيسافلت مازو. والفلوس تضيع علينا ليه يا حبيبتي؟ ما اللي يروح بدري قبل ميعاد العمليه هياخد الفلوس. المفروض كده ولا ايه؟ بس على جثتي ان شاء الله. انا جايه معاكي يا حبيبتي، وسايبه كل اللي ورايا عشان اطمن عليكي وما اسيبكيش لوحدك ابدا في العمليه. هتصيعي على امك يا بت، ده انتي تربيتي. انجري قدامي. طب يلا
يلا انا لو سبتك مش هتعرفي تروحي لوحدك اصلا. يلا. ها استني بس. اهو. كده بس ايه بقى، كل الحاجات اتروقت كده، بقت في مكانها كل حاجه، بس كده كله اتروق، بقت تمام، كل حاجه في مكانها. ايوه بس تمام. بولة ايس كريم فراوله من فضلك. حالا يا فندم، فراوله حالا. اكلك احلى ايس كريم فراوله النهارده. اتفضل يا فندم. دي فانيليا، بقول لحضرتك فراوله. فراوله حالا، معلش ما كنتش سامعاك كويس، بس معلش. لا لا ولا تبقى بولة ايس كريم فراوله. ايه هنعمل كده؟ فراوله يا فندم، هي فراوله جميله. وبعدين بقى بقول لحضرتك فراوله دي مانجا. مانجا ازاي؟ هو الحمل ضيع الطعم ولا ايه؟ مانجا حالا يا فندم. فراوله، سوري، فراوله. اتفضل يا فندم. حضرتك دي مش فراوله، دي شوكولاته. الفراوله قدامك اهي. قدامي فين بقى؟ على اليمين ولا على الشمال؟ اللهم طولك يا روح، حضرتك لو ولعتي النضاره هتلاقيها على طول على اليمين. معلش بقى، يعني قول لي وخلاص، ساعدني، مش محتاجه فلسفه. وعليها ويبنج كريم. ويبنج كريم؟ انت بتصعبها كمان. طيب حالا يا فندم، حالا. اليوم ده يا ربي. احلى ايس كريم يا فندم، وادي الويبنج كريم. لا ده انت باينك مجنونه بقى، مش عايز حاجه، شكرا. يلا يا حبيبي يلا. مالك يا فندم بس؟ هو زعلان ليه ده؟ لو سمحت لو سمحت لو سمحت. وطي صوتك. عاوز ايه؟ معلش ممكن بس حضرتك تقرا السؤال الاولاني عشان مش واضح قدامي؟ ما هو واضح اهو. اكتب ما تعرفه عن ألبرت أينشتاين. ايوه برضه، مين ألبرت أينشتاين ده؟ انت هتسألني انا؟ ما تطلع إجابة السؤال من عندك، الامتحان اوبن بوك يا بيه. طب معلش ممكن بس حضرتك تكتبه لي وتشاور لي عليه وتقراه لي وتحله لي؟ انت بتستهبل صح؟ اقرا لنفسك بلاش دلع. رأفت ولا رأفت مين يا ابني؟ انا حسام. مش فارقه. بقول لك ايه، ممكن تقول لي اجابه اينشتاين؟ ماشي، اكتب ورايا. ولد أينشتاين عام 1879 في مدينة أولم الألمانية، ومن أهم إنجازاته فوزوا مع نادي التوفيقية ب3 دورات رمضانية في كرة السلة. ايه ده؟ هو احترف هنا؟ بعدين مالك يا رأفت، مالك صوتك اتغير كده ليه؟ يا ابني رأفت مين؟ أنا حسام. ورقتك محضر غش يا استاذ. ليه يا استاذ؟ محضر والله غش. العظيم ليه يا استاذ؟ استنى بس يا استاذ بعد اذنك، ما يصحش كده والله العظيم، انا ما كانش قصدي. انا سقطت عيد السنه تاني. طب هعمل ايه؟ يعني اديني ولا لعبت ولا كسبت ولا. مستر مازن. الحمد لله جت من عند ربنا، وزعتر ادانا بقيه اليوم اجازه. عايز كل واحد بقى فيكم يروح بيتهم ويفضل مرزوع فيه، ما يتحركش وما يقلعش النضاره لحد ما نكسب التحدي ده. ماشي يا مظبوط، ماشي. ايه ده؟ ايه؟ موبايل اللعبه رن، في حد وقع. وريني وشوشكم. اهي. ده بقي ده بقي. مش انتوا؟ لا مش احنا. امال مين اللي وقع؟ هعرفوا ازاي؟ سهلة وبسيطة يا مازو. ايه اللي وقع؟ صورته هتظهر على شاشة الموبايل. وهشوفه ازاي؟ هشوفه ازاي وانا شايف حاجة؟ حسس على سكرينة الموبايل وانت تعرفه من ملامح. يعني مالكش غباء بقى. ده غربة ده. استنوا. كل البومة. الو. ايوه مازن. شيماء انت وقعتي؟ لا انا مش ما وقعتش يا مازن، انا لسه واقفه اهو، كنت بس هتكعبل على وشي بس ربنا ستر. يا بني ادمه بسالك، وقعتي في اللعبه خسرتي؟ لا يا مازن لسه صامده في اللعبه، ما تقلقش. خلاص امشي. يلا يا ماما. كول ذا بيرد. ايه ذا بيرج ده؟ ايه ده؟ عصفوره قافل الموبايل. عصفورة بيرج. كول وسيم. يا رب يطلع مستر زلومه هو اللي وقع على زلومته ويطلع بره اللعبه يا رب. وسيم ما بيردش برضه. يلا في داهيه. امال مين اللي وقع؟ انا عرفت مين اللي وقع. مين؟ عصفورة. عرفت منين؟ قلبي. غير قلبك. مشاعري. ايه الصوت ده؟ اللعبه رنت تاني، يبقى اذا في حد وقع تاني. يا نهار اسود، نسيبها كل انا اللي وقعت. انا لا انتوا لا، الحمد لله احنا لابسين النضارات.
ممكن يكون حد من الفرقه التانيه مثلا. لا 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 استنى، محدش من الفرقه التانيه وقع. سيبنا نتوقع اللي حصل. ماشي. عصفوره وقع، موبايل اللعبه رن، فغريب طبعا الفضول كاله، ما قدرش يمسك نفسه، قلع النضاره بسرعه، بص في الموبايل وراح لابس النضاره تاني. صح يا غريب؟ لا ما حصلش. يعني مش انت يا غريب؟ لا. مش انت اللي قلعت النضاره؟ لا يا غريب ولا كام لحظه كده. هلا التكة الصغيرة دي ما بتتحسبش بسرعة. ايوه خطوة صغيرة اقل من ثانية. يعني انت؟ ايوه. طيب يا غريب اديني ايدك كده. تعالى كلم موزة. تعال. فين الخبطه اللي انا خبطتها لك؟ اسكت دي هي دي؟ هي دي الوجعاني مش هي عارف دي، انا ها؟ منيها. ايه الصوت ده؟ احكي لي ايه اللي حصل يا موزة؟ قتلت غريب وخلصت من غبائه، عقبالك. في حياتك يا حبيبي، هو يستحق. عاش خاين ومات خايب. يلا بينا يا سعدون. انا وراك يا موزة، وراك يا موزة على طول. انا هو وراك انا. ايه الصوت ده؟ يمين كفايه يا حبيبتي. ده شمال يمين. عادل ها. بس كده تمام. قوم اغسل ايدي بقى. انت رايح فين؟ اغسل ايدي. ها تسلم ايدك يا جول النار. شفت الاكل من ايدك حلو ازاي؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه في بيتي هنا يا اكسلانس؟ يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه كده تفقسنا برضو. احنا كنا جايين نعمل عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ عيد ميلادي فاضل عليه شهرين. ها؟ فاضل عليه شهرين. ما هي دي المفاجأة، إن إحنا نعمله في غير ميعاده عشان يبقى مفاجأة غير مبررة كده. ويلا حالنا بالنا هنو أبو الفاصات. وك انت كنت عندك علم بالحكايه دي يا جول نار؟ وك طبعا، ده هي اللي متفقة معايا يا باشا. دي اقل حاجه اقدمها لك يا حبيبي. وك طب متشكرين قوي يا جميل بيه على استقبالك، يعني تعبناك. نرضى في الافراح ان شاء الله. وك اسيبكم بقى توكوكوا مع بعض واروح اشوف وسيم الكلب الله يخرب بيته عشان يلحق يخرب بيتي. السلام عليكم. اتفضل نار. يلا حالنا بالنا هنو ابو الفاصات. وك يا ابن اللعيبه. وك ايه؟ انت كنت عندك علم بالحكايه دي يا جول نار؟ شوفي بقى، تأجيل عمليات تاني مش هيحصل يا مدام. لا يا دكتور، لا والله. مين اصلا جاب سيره تاجيل عمليات؟ احنا اصلا مش عايزين ناجل العمليات. هو حضرتك بتبص فين؟ ها؟ واضح ان انت اللي محتاجه عمليه. هو انت فين اصلا؟ انا هنا فين؟ مع حضرتك. بص يا دكتور، احنا مش عايزين ناجل عمليات ابدا والله. بص مامتي هتجيلك دلوقتي، هتقعد بقى تترجاكوا كده انها ما تعملش العمليه. قول لها لا، لازم تعمليها دلوقتي لانك مش عارف الحاله اللي هي معيشه انا فيها. لابسه نضاره سودا كده وعايشه دور العمية، وملبساني النضاره السودا دي انا كمان. وقال ايه يعني عشان اعيش معاها معاناتها. يا بنتي الايه يا ماما يا قروبه، دي حاجة عندنا في الطب بنعرفها احنا يا أطباء، اسمها الرهاب المرضي، لكن اطمني بمجرد ما نعمل لها العملية كل الأعراض دي هتختفي. كويس. لحظة، ابعتوا لي تمرجية لحالة خاصة حالا. دكتور يا دكتور يا ست الكل، يا أنا هنا. يا دكتور. ايه يا ماما نشيم وتعالي. بص بقى، انا جيت بدري قبل ميعاد العمليه. اديني بقى ال 83,000 جنيه بتوعي. تشربي ايه الأول؟ بلا اشرب بقى. بص، اخد فلوسي الاول وبعدين نشوف بقى هنشرب ايه. طبعا خدوها على العمليات بسرعة. لا انا مش هعمل عمليات. ليه؟ ده بطلي دلع بقى، ده كله عشان مصلحتك. ايوه ماما عشان مصلحتك. طب اذا كان ولا بد يعني من العمليه اعملوها لي من غير ما تقلعوني النضاره. حاضر عيني حاضر. اتفضل يا ابني. مع السلامه. مع السلامه حبيبه قلبي. الف سلامه يا ماما. مع الف سلامه حبيبتي. الف سلامه. الف سلامه حبيبه قلبي. اسفه انا اسفه مؤاخذه. الف سلامه. الف سلامه حبيبتي. تخرجي لنا بالف سلامه يا حبيبتي. اديني هوقعها لك اهو عشان تبقى راضيه عني بقى يا مزمزه قلبي. هو في ايه؟ هو حضرتك دكتوره هنا؟ انا الممرضه. طب والنبي يا نرسة الله يخليكي طمنيني على الحاله اللي جوه. مبروك، جابت ولد زي القمر. نعم يا اختي. هي كانت حامل من ورايا؟ امال هتخلف ازاي يعني؟ اسود. بسم الله يا لعبه. مازو هيفلقني. بتضحكي عليا يا شيماء؟ عايزه تقلعيني النضاره؟ اديني يا حلوه خدت فلوسي كلها وما قلعتيش النضاره.
فلوسك؟ هي فين فلوسك دي؟ ده ورق ابيض. يا نهار اسود. بصرة يا شكشوكة. ما انا برضو كان لازم اتوقع، ما انت تربيتي ناصحه زيي. اخس عليك يا شيماء كده توقعيني. خلاص بقى يا ماما، بصرة وقعنا مع بعضينا. الله. طب انا هعرف ازاي دلوقتي مين اللي رن عليا؟ سيري سيري، كل اخر واحد رن عليا وانا بستحمى. اكيد مفيش كده. طب كريم، كريم يا عاق. نعم. كريم بقول لك ايه، فك لي لوك الموبايل كده. ليه يعني انت مش شايف؟ انت هتصيع يا كريم؟ لا يا اخويا شايف، وشايف كويس قوي كمان. شاطر، شوف بقى التليفون لوحدك. استنى يا كريم، يا كريم خلينا نشيل خلافاتنا على جنب دلوقتي ونتصرف كناس كبار. كريم انت مشيت؟ لا انا لسه واقف. طب ما ترد يا تلح. الله. طب بص بلاش تفك لي لوك الموبايل، شوف بس مين اللي رن عليا. ليه يعني انت ما بتشوفش؟ غور يلا، غور غور عيل تلح. هفتحه ازاي دلوقتي؟ ايوه استاذ، كان في صورة ليا هنا اهي اهي. يا رب يا رب. فتح فتح يا ابن اللعيبه يا مازو. الو مين؟ استاذ زعيطر. لا معايا رقمك طبعا. مازو تعال لي شغل حدد يا مازو. اجي فين؟ لا انا ما ينفعش اجي. هو انت مش اديتني بقيه اليوم اجازه؟ مازو ده ابن واحد بلطجي، يعني عايز يعلم ابنه السواقه، مفيش حد يعلمه غيرك. مفيش غيري ايه؟ انا فاشل يا استاذ زعيطر، انا معتوه، انا فاسد. ابوس ايدك اديني العقد بتاعي ومشيني بقى. مازو الراجل ده راجل شرير، ممكن يقفل لي المدرسه. يعني لو علمته لك السواقه هتديني العقد وتمشيني؟ لا طبعا. مع السلامه. ماشي. كريم يا عاق، البس وتعالى لي. خلطة أم كريم العاق السحرية لتفتيح الأماكن الداكنة هتريحك من ركنة. طبعا واحدة هتطلع تقول لي ركنة العربية، لا طبعا مش قصدي ركنة وشك من الشمس. شيماء احنا في ايه ولا في ايه يا شيماء؟ ما تيجي تكلميها. حاضر يا مازو حاضر. ايه ده؟ خلي بالك انت عمال تاكل القشر مش المكسرات. وسايباني؟ اما انا مش شايفاك اهو المكسرات اهي. ايوه يا ايسو، بقول لك ايه يا حبيبتي، ايه رايك ناخد العيال ونخرج؟ العيال في النادي؟ طب إيه انت وسيم في البيت يعني لوحدكم؟ مش في مود خروج. طيب ماشي، سلام. حلو قوي، فرصة عمرنا. أنا فوق. فرصة عمرنا. ايوه انا جايه حالا اهو. ايوه مين؟ ايوه مين؟ مين يا ايسو؟ مش عارفه، شكل عيال صغيرين بيلعبوا في الجرس ومشوا ولا ايه؟ مين ايه؟ انت مش شايف ولا مش سامع يا حبو؟ بقولك عيال صغيره بيلعبوا في الجرس. طب بقول لك ايه، تعالي لي يلا انا رايحه لك اهو. يلا. ايه ده؟ انت فين يا ايسو؟ انا اهو. بقول لك ايه، تعرفي تروحي للكنبه؟ ايوه عارفه الكنبه. طب يلا نتقابل عند الكنبه. يلا خطوات كده من هنا. ايه ده؟ ايوه عيال ايه اللي صغيره بتلعب؟ انا مش فاهم. وسيم وحشتني. انت وحشتني قوي. عندنا عيال صغيره هنا في العماره. ايوه تلاقيهم عيال الجيران ولا حاجه. ايه ده؟ ايه الريحه دي يا ايسو؟ ايه يا ايسو، ده ينفع كده؟ ايه وسيم الهبل اللي انت بتقوله ده؟ دي ريحه حريقه ولا ايه؟ دي
ريحه بلاستيك بيتحرق، لا يكون سلك كهرباء ولا حاجه يا وسيم. كهرباء ايه اللي هيجيب كهرباء عندنا في البيت؟ انا مش فاهم. الحق يا وسيم، العيال الصغيره لا يحصل حاجه في البيت. يا اسطى حاجه هتيجي منين الكهرباء بس يا اسراء؟ اقلع بقول لك يا وسيم. على النضاره، والمهم يا اسراء في 60 داهيه، المهم انا هقلع انا نضاره. ايوه صح، المهم العيال. اقلع النضاره اهو قلعتها. وادي نضارتي انا كمان اهي. انا كسبت. لا رن. ده مش موبايل. رن اكتر يا كرومه. اي خدعه يا بوب. مش قلت لك يا حبيبي انكلك مازو ده لعبه قديم ومحفوظ، فعلا مظهر محفوظ. انا يوم ما اخسر من الغبي ده. سلام يا ابن محفوظ. يا حب وقلع النضاره امان. لا استني اكرم، يلا زي ما اتفقنا. يلا ايه؟ يلا يا حبيبي غطي وشك يا بابا عشان ماما هتقلع النضاره. امان. ثواني. اتفضل على اوضتك يلا. امان يا روحي يلا. الحمد لله يا رب. بقالي كتير ما شفتكيش. يا نهار اسود. شيماء، كريم، ايه ده؟ مراتي وابني اتخطفوا. مش عايز اقاطع بس. خايفه حرمان. في ايه؟ لو بتسالوا على الجيم في الشارع اللي ورا. مش لو سمحت يا عمو، عاوزه اتكلم. يا لهوي! فين بقى يا ستانتي؟ ايه انا عملت ايه؟ انا استاذنت من عمو ده وقال لي اتكلمي عادي. اخص عليك، كسفت نفسك. سلم سلاحك وروح. حاجتين ما بحبهمش، اللي يتكلم بدون اذن والبسله. خير يا فندم، في انا مش فاكر اني عملت اي حاجه غلط مؤخرا. انت عارف العربيه دي تمنها كام؟ لا والله ما اعرفش، بس ممكن تخش على كونتاكت كارز، هم بيبقوا كاتبين السعر وبقى. ده ايه ده في طياره وقعت عليها ولا ايه؟ وايه الناس دي كلها؟ هو اللي ما بيجاوبش على السؤال ده في العماره بيتذنب؟ عارف اللي حصل فيها ده سببه ايه؟ انت. كنت متأكدة والله إن المصيبة اللي إحنا فيها دي بسببك يا أفشل رجالة الأرض. حضرتك قلت محدش يتكلم من غير إذن وهي اتكلمت، من فضلك خد أكشن معاها. اقتلوها. لا اقتلوها إيه؟ ده أنت بتاخد على كلامي؟ ده أنا تافه. وبعدين أنت عايز إيه؟ أنت أكيد غلطان في العنوان، أنا أول مرة أشوف حضرتك. وكمان فقدت الذاكرة. عارف مين ده؟ مين ده؟ إياد. ده حضرتك أبو إياد. يا خبر، انا معلش يا فندم، انا امبارح اصلا ما كنتش شايف خالص. انا اكيد لو كنت شايف امبارح كنت ادركت خطوره الموقف. اياد جالي امبارح وحبيت اختبر مستواه في السواقه. اديته العربيه وزي ما انت شايف. ايوه يا فندم، ما هو ده مش من اول حصه هيتعلم السواقه، واحده. انا برضو عشان يستوعب كويس انا قلت في كل حصه هعلمه حاجه واحده. طب وعلمته ايه امبارح؟ امبارح علمته الكلاكسات. كلاكسات؟ وري بابي يا اياد، لما حد بيكسر علينا بنعمل ايه؟ وري له بقى لما بنعدي على حد تحت البيت وعايزين نندهله. وري له لما بنحب ننده على بابي. اياد مش دي اللي هي بحبك. على فكره اياد ابنك موهوب جدا في الكلكسه. وانت كمان موهوب جدا في الكلكسه. طبعا حضرتك خدت بالك اني عمال اكلكس لك من ساعه ما جيت. شهر واحد يا فندم، وهخليه لك يسوق اي حاجه. لو عايز يسوق العبط هيسوق. قدامك اسبوع واحد واياد يتعلم اللي المفروض يتعلمه، والا هعمل فيك اللي المفروض يتعمل. انا طبعا مش فاهم الجمله، بس هي الرساله وصلت. هينفخني. يلا يا رجاله. ثانيه واحده يا فندم، هو بس حضرتك واضح ان مشكلتك معايا. انت نزلت العماره كلها وسبتني انا نايم، انا حتى ما حسيتش ان انتوا جيتوا. حاجتين ما بعملهمش، ان ارجع في كلمتي وان اصحح حد وهو نايم. يلا يا رجاله. ايه انتوا خايفين ليه؟ ده هو راجل محترم جدا، ما بيرجعش في كلمته وما بيصحيش حد نايم. ما بيحبش البسله. قدامي. بس استني هفهمك. جاني. ما كفايه ترابيس يا شيماء.
ده انا لسه هركب سلك شائك على الشبابيك وهكهرب الباب. وانت فاكره ابو اياد لو عايز يوصل لنا الحاجات دي هتمنعه؟ ما هو انت لو شايف شغلك كويس وبتعمله بضمير ما كانتش اشكال زي دي تتجرأ كده وتيجي تهددنا في بيتنا. ما انت لو ما كنتيش ضغطتي عليا عشان اشتغل عند زعيتر ما كانتش فعلا الاشكال دي قربت مننا. وما تشتغلش ليه يا اخويا؟ عايز تفضل قاعد لي في البيت عاطل؟ انا مش عاطل يا شيماء، انا بصحى كل يوم من صباحيه ربنا اشقى والعب لحد ما وسطي بيتقطم. وبعدين سيبك منه، هو مش هيعمل حاجه، ده بيهوش. مين؟ 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. تهاني، البقاء لله. تهاني شدي حيلك، انا اسف ما عرفتش اجي اعزيكي، كان في ماتش فاركو وانبي ما عرفتش اقوم واسيبه خالص. تعزيني ليه؟ انا فهمت، انت مش عايزه تاخدي عزا سعدون غير لما تاخدي بطارق من اللي قتلوه. انا عارفهم، واحد اسمه اياد وابو اياد، ده خطر جدا، ده يا ريت تخلصينا منه. سعدون طالع. سعدون طالع، سعدون زمانه فوق دلوقتي في الجنه، بس خلي بالك الناس اللي دماغها زي سعدون دول بيخشوا الجنه على طول. في ايه يا مازو؟ سعدون طالع ورايا على السلم. سعدون انت عايش ما متش؟ عايش؟ هو انت فاكرني مت وعايش حياتك عادي كده ومقضيها شقلبه؟ انا؟ وانت والله انت ما تعرف حاجه. شيماء انا اتعشيت امبارح، شفت؟ عشان زعلان عليا؟ لا صيام متقطع، لسه بادئ فيه بقالي 3 ايام بس. هايل. يلا يا سعدون شكلها مفيش عشاء، يلا. بس عاشت ايه؟ فيل صاحبه معايا، ده صاحب السحوب ده اللي كنت فاكر اما يجرالي حاجه ولا اموت هيتبناكي وهيصرف عليكي. بعد الشر يا سعدون، اخد بالي من تهاني ايه بعد الشر يا عم، هو ناقصه بلاوي؟ هو انتوا جايين ليه اصلا؟ صحيح احنا جايين. ايوه افتكرت، زعتر بعتني ليك برساله عشان انت قافل تليفونك ومش عارفين نكلمك ولا انا ولا هو. زعتر بيقول لك انت لازم تعلم الواد اياد السواقه عشان ابوه حرق له عربيته امبارح وهيصحى من النجمه بكره يحرق له شقته. مش قلت لك بيهوش؟ اهلا بيكم في السيمي فاينل. الجايزه المره دي 15 مليون. 15 مليون؟ ايه قلت لك. مطلوب من كل فريق منكم يدخل الاسانسير اللي عليه صورته، والفريق اللي هيوصل للدور ال20 الاول هو اللي هيكسب. السهوله دي متيسره قوي قوي. يلا خش. طب ما كنا كملنا الحاجه. يلا يا مازو ما تخافش. محدش هيدوس. محدش هيدوس ازاي؟ في ايه يا شيماء؟ احنا مش هنطلع لما فرقه وسيم الاول هما اللي يطلعوا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ام كريم؟ احنا كده هنوصل التحدي. الحق يا مازو، مدام شيماء السلوك عندها ضربت وبقت عجينه خالص. لا فهمينا يا شيماء، انت ليه عايزه وسيم يسبقنا؟ ولا هو المفروض انا بكسب تحدي ووسيم نسيبه يكسب تحدي فاكسب انا في الاخر؟ اشرحوا لي يا جماعه اللعبه، انا مش فاهمها قوي. بص يا مازو، احنا في اللعبه دي لازم طبعا احنا اللي نكسب، بس التحدي ده بالذات لازم بقى وسيم هو اللي يكسب. خيانه يا مازو. الحق، مدام شيماء المحترمه شغاله مع مستر زلومه دبل ايجنتس. لا يا مازو ما تصدقهوش، انا عمري ما اخونك ابدا ولا اشتغل دبل ايجنتس لمستر زلومه. انا بس عايزه وسيم يكسب التحدي ده عشان ماما ترجع. يعني انت عشان ترجع امك تخسرينا تحدي ب 15 مليون؟ امك دي تسوى كام يعني؟ بقول لك ايه، قول حاجه يا مصري عشان ما اعملش حاجه في الولايه دي. هقول شيماء عندها حق. امها يا جماعه وحماتي، يعني هتخسر مامتها عشان لعبه عبيطه زي دي؟ لعبه عبيطه؟ انت ايه؟ لعبه اخرس تف من بقك اللعبه اللي عملتك يا مازو. لا انت مش مازو صاحبي، لا انا عايز مازو صاحبي اللي كان بيشتغلني، اللي كان بيديني على قفايا. سم الله جميل ودوس 20 بسرعه. انا بدوس اهو. ما تدوس يا جميل، ده انت بطيء جدا. يا سيدي بدوس اهو، عمال ادهوس عليه مش راضي يطلع اهو. خلاص تعال جرب انا. تعالى. انا هشتغل قوي. بقول لك ايه، طب ما تدوس 19 ونطلع دور. اطلع دور على رجلي يا بسوني، هنوصل بعد بكره، هيسبقونا طبعا. انا هدوس هو هيطلع ان شاء الله. اهو معرفش ما بيطلعش ليه. اطلع. ممكن بالراحه شويه لو سمحتوا بعد اذنكم؟ ممكن انا؟ اتفضلي. انتوا بس عشان مستعجلين، على فكره ساعات الاستعجال والتوتر بيخلي الواحد يدوس على اي حاجه ويبقى مش مركز. صح. اهي بسيطه قوي. 20
ايه ده؟ في ايه بقى؟ اتحرك يلا يلا. اهو اهو اهو. طيب ما تدوني فرصه اجرب. انا قرفتي حلوه. تعالي جرب يا بسيوني. تعالي، انا كنت دايما معروف ان انا قرفتي حلوه. ايه ده؟ اهو ما بيتحركش، لا معايا ولا معاك ولا معاها ولا حتى مع المنط. يعني ايه؟ دي خيانه، اللعبه خانتنا، مدينا اسانسير بايظ ولاد الكلب. يا ولاد يا ولاد لازم تعرفوا ان الاسانسير من اول الدور ال 15 ما يقدرش يشيل اكتر من 3 افراد بس، فلازم كل فريق ينزل فرد منه في دور من الادوار اللي قبل ال 15، والا الاسانسير هيقع بيكوا انتوا الاربعه، والشخص ده هيختفي زي الناس اللي قبل كده. متاح ليكوا تقفوا 4 مرات بس عشان تنزلوا الشخص في الدور اللي تحبوه. ملحوظه، زرار الارضي مش شغال، يعني ما ينفعش حد يخرج دلوقتي. وافتكروا قبل ال 15 لازم تنزلوا واحد، يا اما هتبقوا ولا واحد هيقع. هيقع؟ الله يخرب بيتك وبيت سنينك السودة، عيب عليك. وقلت لك كنت قاعد بشرب حجر معسل وباكل ام علي. خلاص يا جميل ما تقعدش تأنب لي ضميري يعني. وبعدين هو الحجر ده وام علي مش انا اللي دفعتهم، انا اللي لبستهم في الاخر. انا قلت كنت باكل ام علي، مش بحاسب على ام علي. وبعدين يا سيدي هو حد قال لك انزل من الاسانسير؟ لو ده اللي يريحك انا يا سيدي اللي هنزل من الاسانسير ده، ايه رايك؟ لا يا وسيم، اللي يريحني ان انا اللي انزل من الاسانسير. لا يا اسراء، انت هتنزلي في الدور ال20 عادي. لا يا وسيم، انا لو هنزل في المكان اللي ماما مختفيه فيه يبقى هنزل فورا. انا اصلا ماما وحشتني قوي. ماما يا حبيبتي يا بنتي، لو كان في حد وحشته شوكار هيبقى مش اكتر مني. انا هنزل هنا عن اذنكم. عن اذنكم ايه وهنزل؟ انت هتصيع علينا يا بسوني، ما قالك ما بيفتحش في الدور ده، بتبيع لنا فكره غلط. ما تسيبه ينزل يا اخي، كنا خلصنا. لا يا جماعه، انا اللي هنزل من الاسانسير. بسيوني، انا لو اختفيت خد بالك من ارنوب ابني. في عينيا يا مستر وسيم. اسراء، انا لو اختفيت خدي بالك من بل ابني. في عينيا. جميل، ايوه، انا لو اختفيت خد بالك من ارنوب ابني. عجيبه، انت لو رحت هيروح معاكي ارنوب ولا ايه؟ ايه ده؟ صح صح، كلامك لوجيك. خلاص اخلي بالي من اكرم. ماشي حلو. بسيوني، انا لو اختفيت خلي بالك من جميل لانه بيخلي باله من اكرم ابني. في عينيا يا وسيم، بس انا لو اختفيت خد بالك من اسراء لانها هتخلي بالها من بل ابني. في عينيا. جميل، ايوه، انا لو اختفيت. وسيم، احنا نسينا كريمه خالص. ايه ده؟ كريمه بنتي حبيبه بابي، معقول ياخد باله منها؟ ايوه صح. خلاص اخلي بالي من كريمه وانتوا كلموا اكرم يخلي باله مني. يا جماعة أنا لازم أنزل في أي دور، عشان أنا بصراحة وأنا جاي النهاردة مش عامل حساب إن أنا هموت في الأسانسير. ومحدش هينزل الاسانسير ده غيري. اكتم يا غربة غرابة، بحذرك. أنا كفي ده أطرش وكفي ده أخرس. راجل مديك واحدة تبقى عريس الأسانسير أفلتك. يا سيدي ربنا يطمنك عليهم، بس على الطلاق ما حد هينزل الاسانسير غيري. طلاق على ما حد. بص أنا بس انسوا الاسانسير وجاوبوا على الاسئله اللي هسالها لكم. انا مازو بلعب اللعبه دي من زمان. ده انت بطل العرب في اللعبه دي، ده رابع ليفل. وعمري كسبت وسيم ده؟ يا لهوي، ده انت بتسفلت مستر زلوم على طول. والله كسبانه وكسبته وانتوا معايا. هو في حد بيكسبك غيرنا؟ ده انا عبقري طبعا، ده انا فلتة من فلتات الزمن. لو انا بكسب ودول فرقتي ده انا ماليش حل. يا بني ادمين، انتوا دلوقتي بتتخانقوا على مين اللي يسيب الاسانسير ويطلع في اي دور، مع ان اللي هينزل من الاسانسير ده هو اللي هيتسوح، ما نعرفش مصيره ايه، ممكن يموت. انما اللي هيفضلوا في الاسانسير هم اللي هيوصلوا للدور ال20 وهيروحوا بيوتهم عادي. يا بقر، فعلا اللي هيقعد في الاسانسير هو اللي تمام. بس سيبك انت، الف حمد لله على السلامه يا مازو. الحمد لله على السلامه. ليه؟ عشان فكرت شويه يعني؟ لا، عشان قلت لنا يا بقر. هو دي محتاجه واحد بيفكر عشان يقول يا بقر؟ ده لو ميت هيشاور عليكم يقول بقر. طب مين بقى اللي هينزل؟ مالكوا في ايه؟ بتبصوا لي كده ليه؟ في حاجه في هدومي مش مظبوطه ولا الكيرلي النهارده مش؟ نعم. لا، ده انتوا اتعطلتوا في نفوخكم بقى. انا لا يمكن اتقطع من قدام الزراير.
انا قتيله النهارده بدل ما ارجع لكم شيماء القديمه. ها؟ استهدي بس بالله يا ست شيماء، في ايه؟ امال مين اللي هينزل يعني؟ ايه اللي خلاني اتكلم دلوقتي؟ انا مش هينفع يعني. مين اللي هيقضي لكم طلبات العماره؟ هنطلب ديليفري. طب مين اللي هيمسح سلالم العماره؟ هنطلب دليفري. طب مين اللي هيجيب العيال من المدرسه؟ هنطلب الباص. انا رايي ان انتوا تفكروا في حد تاني، فكروا في حد غريب. ما احنا فكرنا فيك انت غريب. لا مش غريب اسما، غريب برانا، بره الكوميونتي بتاعنا، مش مننا، مش في العماره. انتوا قصدكم على كنيونيكي انا؟ لا هو لا، انا فهمت الكنيونتي، انت ما قصدكم بالله. لا ده لما الدنيا بتعجن بقلب غوريلا شمبانزي، اسالهم عليا ده ببص اكل اي حد كده من دقنك دي. لا سعدون انت اللي هتنزل. يا ست شيماء انا مش هينفع انزل واموت كده، البنت سعدونة هتتيتم اكتر ما هي متيتمه. خلاص تعال، انا اللي هنزل. في رباط من دول انا قطعته، اللي هيسحبه فيكم هو اللي هينزل. وانت ما تسحبيش ليه ان شاء الله؟ لا طبعا مش هتسحب. 3 رجاله في الاسانسير وعايز الست هي اللي تنزل؟ مفيش اي رجوله. رجوله ايه ده؟ دي شيماء مراتك اللي انت كنت بتركبها في عربيه العفش في الكابينه مع العمال ورا. اخرس، ما تفكروش بالذكريات الزباله دي، انا ما صدقت انه نسيها. يلا اسحبوا، اسحب. سيبقى سعدون الدين حسين. اسحب. انا اللي هسحب دلوقتي؟ ايوه اسحب. يا رب يقع. وغريب كمان سيبقى. انا تعرف مين اللي هينزل؟ مين اللي هينزل؟ مين اللي ايه؟ مين اللي هينزل؟ تفتكر مين اللي هينزل؟ يعني فاضل رباط واحد وانا اللي فاضل، تفتكر مين اللي هينزل؟ اسحب عشان الفضول هيجنن امي. ده انا اللي الغباء هيجنن امي. تفتكر مين اللي هينزل يا سعدون؟ اللغز صعب عليا قوي. لغز ايه؟ فاضل رباط واحد وانا اللي فاضل، مين هينزل غيري؟ على فكره بقى القرعه دي باطله، لان مازو هو اللي نزل المره اللي فاتت. نعيدها من تاني. نو مدام شيماء. عنده حق، انا اللي هنزل. خلي بالك من نفسك يا مازو. خلي بالك انت من نفسك، عشان الاتنين دول هياخدوكي ويقعوا بالاسانسير. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من سمير ابننا. اسمه كريم البار. الدور ده حر كده ليه؟ ايه ده؟ هتوحشني وسيم. انت هتوحشيني يا ويس. خد بالك من نفسك. استناكي على احر من الجمر. نار. ايه ده انت هنا يا مزرو؟ يعني انا يوم ما اختفي معاك. استناكي على احر من الجمر. نار. يا سيدي انا بحب اقولها كده، بتبقى رومانسيه اكتر. هستناكي على احر من الجمر. نار. يا شيخه هستناكي على نار يا يوسف. وسيم. نار. في حريقه. نار. حريقه جوه. حريقه. اقفلي هموت. سعدون وغريب. سعدون. هاي. مازو سعدون يا بنتي ما تنساهاش، انت ابوها استغفر الله العظيم الروحي. يلا يا سعدون اخلص بقى وانزل، احنا كده الاسانسير هيقعد بينا كلنا. ثانية طب شيماء تهاني، ممكن اكلم تهاني قبل ما انزل؟ مفيش وقت للوداع. هودعها ايه واتنيل ايه على عينك؟ انا مش هودعها، انا هطلقها، عشان انا لو رحت مش هتلاقي حد يطلقها. لا ما تقلقش عليها يا سعدون، يعني دي اي حد هيعرفها لازم يطلقها. وبعدين انزل انت واعتبر سعدونه بنتي وتهاني مراتي. نعم؟ تهاني مراتك ازاي؟ قصدي يعني ان تهاني زي مراتي. انت بتقول ايه زي مراتك؟ ان انا هشيلها في عينيا يعني وهاخد بالي منها، وبعدين يعني انا هشبط في دي انا
معايا القمر دي وهشبط في دي. يا رب ما ترجعلكش الذاكره ابدا. يلا يا سعدون يلا، واحنا هنطلع معاك المكان عشان نطمن. حد يفتح لي الباب. انا اخوك بص ايه المكتب ده؟ احنا في مسلسل سوتس بالعربي ولا ايه؟ مالكش حجه يا سعدون، مكتب شيك بتكييف واكيد في ثلاجه في المكتب. انت والله ربنا مبارك لك انك هتقعد هنا. اخيرا يا مازو، ربنا استجاب لدعائي. كان طول عمري عندي 3 امنيات بس. ايه؟ يكون عندي مكتب واقعد طول النهار في المكتب واقبض من غير شغل. والتالتة؟ اول ما اجي المكتب الصبح ابعت اجيب فطار فول وطعميه. مازو، ايه؟ لما تشوف تهاني بلغها ان انا مش راجع تاني وهعمل لك تفويض عشان تطلقها. ليه تعمل كده؟ عشان المكتب هعيش. هي ايه البتاعه دي؟ الله، دي بتنور نور. ايه ده؟ فلوس! ايه ده؟ الحمد لله. معرفش فلوس. انا وقفت هوبا نورت هوبا الفلوس جت. الله الله، ده في واحده تانية ايه؟ ايه ده؟ فلوس! ايه ده؟ الله الحمد لله. ايه ده؟ انا قدمي حلو الحمد لله. الله. في واحده ثالثه اهي. يا رب يا رب احقق احلامي كلها. اقف عندك يا غربه وغرابه. المكتب ده بتاعي، السقف بتاعي، الفلوس بتاعتي، حتى دي بتاعتي. استنى يا الله، هيا يا فلوس انزلي رخي على قراعة بنتي اختي. ايه ده؟ فين الفلوس؟ فين؟ خلصتها يا بني؟ استنى مازو، ايه؟ سامعين صوت التكتكه بتاعت العد التنازلي دي؟ يا نهار اسود. سعدون اوعى تشيل رجلك لنفرقع كلنا. نفرقع؟ طبعا هتفرقعهم الغزو دي. لا، هنفرقع من اللغم اللي انت دايس عليه. لغم؟ انت قصدك على اللغم اللي في صدري؟ لا والله انا اتعالجت. يا لهوي، انا خلاص بقى ناشف. تعالوا بسرعه نفرقع. انتوا مش عايزين تقربوا مني ليه؟ عشان هتفرجع زي البالونه يا سعدون. البالونه؟ الحمد لله انا كان المفروض ابقى مكانك، بس الحمد لله ربنا سترها عليا، ودي نتيجه الطمع. شفت الطمع ولا ما شفت؟ شفت الطمع؟ خليكم معايا ما تشوفونيش هفرقع زي الفلونه في الفلونه. استني يا شيماء استني. هو انتوا مش كنتوا بتقولوا ان سعدون ده صاحبي قوي؟ لا صاحبك ايه ده؟ انت ما تعرفوش، ده انت لسه عارفه من اسبوع في المترو وقلت عليه كلام وحش مش عايز اقول يعني. وقت الرغي ده حتى لو ما كانش صاحبي بقى صاحبي. مازو، انا كمان مش هقدر اسيبه. انا ما صدقت لقيته انا مع مازو. طب ماني ما اعرفش الارقام بالانجليزي. طب كان حد يوجهني. هنعمل ايه دلوقتي؟ سعدون اياك تتحرك، اثبت مكانك خالص عشان ما نتفرتكش كلنا. انتوا روحوا شوفوا اي حاجه نوزن بيها مكان اللغم عشان نشيل رجله. يلا. حالة غريبة. سعدون انت هتقدر تستحمل قد ايه؟ قد ايه يعني ما تشيلش رجلك؟ انت ما بتتكلمش عشان انا قلت لك اثبت خالص ما تتحركش، صح؟ يا ابني انا خلاص قريتك، والله العظيم قريتك وفهمت الشخصيه. انت يا ابني غبائك كافر. ها؟ يعني انا بقول لك اثبت مكانك ما تتحركش، ممكن تتكلم عادي يا سعدون ما فيهاش حاجه. انا خفت اخد الريسك اللغم ينفجر في صدري وانت بتفتكرناه. بس انا عايز اطلب منك طلب واحد. ايه؟ انا نفسي بس يعني ايه، رجلي بتاكلني ممكن اهرش فيها. اوعى تهرش في رجلك عشان مش بعديها مش هتشوف رجلك تاني ومش هتشوف حاجه تاني. لا بلاش. انا بص هنكش في الرجل اهي مش مهم دي اهي. انتوا بتعملوا ايه؟ اسمع الخطه يا مازو بيه. هو سعدون هيشيل رجله من على اللغم يتاخر خالص، نكبس احنا بالبتاعه دي على اللغم زي البن. انتوا ايه يا جماعه؟ معجونين من ايه؟ يعني مازو القديم ده كان بيعمل ايه في المواقف اللي زي دي؟ كان بيتعامل مع غبائكوا ده ازاي؟ عادي، كان متعايش مع غبائنا ومعجب بيه. بقول لك ايه، اخلص بدل ما شيماء القديم هتخرج. البتاع ده تقيل جدا. طيب شوفوا اي حاجه خفيفه بس تقيله نحشرها. نحشرها مكان رجله يعني. مكان رجله. عندك حق. ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجه ولا ايه؟ لا في حاجه. ايه؟ انت كنت دايس برجلك اليمين على اللغم، دلوقتي انت دايس برجلك الشمال على اللغم. انت سعدون رفعت رجلك اليمين وهرشت.
لا سعدون مش وقت استعباط يا حبيبي، شلت رجلك اللي يقول لي وهرشت فيها. والله العظيم نكشت نكشه خفيفه ما حدش لاحظها. هو انت لاحظتها؟ نكشه خفيفه وما حدش خد باله، حتى اللغم ما خدش باله، وخفت اقول لك لحسن تزعل مني. ازعل منك؟ يعني هو ده اللي جه في دماغك ان انا هزعل منك؟ انما ما جاش في دماغك خالص انك لما شلت رجلك اللغم ما انفجرش؟ هنا على ابو اللغم في الارض يتحرق اللغم. انت صاحبي هو مش صاحبي. يا سعدون لغم ايه دلوقتي؟ ركز معايا دلوقتي. انت شال رجله اللغم ما انفجرش، معنى كده ان اللغم مش شغال كويس. يا جماعه اسمعني بقى بالراحه، واحده واحده. هتشيل رجلك بالراحه جدا، شيل رجلك من على الغلاق واحده 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 واحده. ايش دي؟ ده قلب مايكل جاكسون. الحمد لله الحمد لله. كويس. ايه ده؟ اجروا على الاسانسير هينفجر. ايه ده؟ ايه اللي هينفجر؟ ايه ده؟ مفيش هينفجر. يلا تعال. دي اللي هينفجر؟ هي دي اللي هتنفجر؟ ايوه دي. يلا يا ابن المحظوظة يا غريب، شايف الجمال والروقان والبستان اللي هتقعد فيه؟ انت امك ده عيالك والله. والله الواحد ما بيشيلش غير هم النبر بتاعكو ده. لو كل واحد يخليه في حاله. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله ربنا كرمني بأول شجرة بتطلع كوكتيل في العالم، موز وتفاح وبرتقال. فرغلي ما عرفش يعملها. مالك يا موز؟ سرحان كده وبتفكر في ايه؟ مستني اعرف الخازوق فين. ما كفايه السواد اللي في قلوبكو دي، ما تنضفوا قلوبكو شويه. في خازوق، صدقني في خازوق. اهو الخازوق اهو. بسيوني؟ في ايه يا بسيوني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ خدوني معاكم في الاسانسير بسرعه. لا طبعا، بناخدك فين؟ ده احنا ما صدقنا غريب نزل. لا وغريب ما يقعدش هنا، يمشي هو كمان. خدوه معاكم في الاسانسير. انتوا مستكترين عليا الفرحه. هي الكعكه في ايد الغريب عجبي؟ ما تضيعوش وقت، ده جاي ورايا. ثانية واحدة بس يا عم بسبوسة الدين حسين. لا مؤاخذة يعني في الكلمة، هو مين ده اللي جاي وراك؟ الأسد. ايه؟ الأسد. أسد؟ يبقى يلا نجري بسرعة. استنى بس، انت بتصدقه؟ ده هو اكيد ملعوب، وسيم عامله وحاطط لنا بسيوني عشان يعطلنا. مش هو وسيم بيعمل الحركات دي؟ هو الصراحة وسيم مش بتاع الحركات دي، انت ابو الحركات دي، بس يعني ممكن تطلع منه في التحدي ده. بتتلائم عليا يا بسبوسه؟ طب هتقعد هنا؟ لا ما انا مش هقعد لوحدي. لا ابوس ايدك، سيبوني اروح. مش هتروح، هتقعد معايا وهتحكي لي حكايه الاسد. ده اسد بجد؟ الفرخة. اطلع يا ست شيماء، دوسي على الاسانسير، اطلعي. اطلعي فين؟ لا افتحي الباب. اكتم جرأة مازو. هو انت صعبان عليك ما نموتش ولا مفرقعين ولا محروقين، نموت متاكلين؟ وهنسيب اصحابنا للاسد؟ يعني احنا لو خرجنا لهم الاسد هيعمل لنا خاطر ومش هياكلهم؟ ده هياكلهم ويحل بينا. يلا يا ست شيماء اطلعي. ايه ده؟ احنا اللي وصلنا الاول؟ هزيمه بطعم الفوز. انا كل ما افتكر اللي حصل يعدي من قدامي شكل الباب كده، ببقى خلاص مش قادر. انا مش عايز اشوف اي ابواب تاني في حياتي، انا عايش في خيمه بعد كده. انا خايفه قوي يا وسيم، خايفه لما مازو يفتح الاسانسير ما الاقيش شيماء كمان. انا مش كل شويه هفقد حد عزيز عليا، وخايفه قوي اصحى من النوم فجاه ما الاقيكش انت كمان. ما تقوليش كده لو سمحتي، انا اي حاجه بتتقال دلوقتي بتخيلها صوره قدام عيني. انا اصلا مش عارف ازاي يعني تخيلت دلوقتي ان انا مش معاكي. شفتي يا دينا هعيط اهو، شفتي؟ تعيطش. خلاص بقى، خلاص انت هتقعد تعيط بقى، ما تبقاش دهولة وخرع كده. انشف ياض، هي عايزاك جنبها. الله، خليك اسد بقى. اسد ايه؟ جميل اسد ايه؟ ما قلنا مش هنجيب سيره الاسد ده يا جماعه، مش اتفقنا مع بعض؟ انا ما اقصدش اللي اكل بسيوني. تاني بتتكلم تاني؟ هو اتفاق عيال يا جماعه ولا ايه؟ خلاص معلش، يلا بينا نمشي. يلا. كفايه عياط بقى زي ما قالك، ومبروك التعادل يا وسوس. وسيم كسب. بسوني كان بيستنجد بينا واحنا ما صدقناهوش، وانا اللي اقنعت غريب يقعد. انا السبب. المهمه المره دي زي ما كانت صعبه عليكم، كانت صعبه عليا في اختيار احسن لاعب، والمره دي كانت من نصيب. قول يا حلو الفلاتر. بسيوني سمير. ايه ده؟ هو هيعمل بيهم ايه يا حبيبي؟ هو زمانه عمال يتاكل دلوقتي من الاسد. اسد ايه يا اسراء؟ اسد تاني يا جماعه، ما تصعوش عليا بقى. معلش خلاص بقى يا اسراء، ما تقوليش اسد دي تاني. يا جميل انتوا مستفزني يا جماعه جدا. خلاص خلينا في موضوعنا. الفلوس انا هاخد نصيبه واعمل له كولدير. كولدير ب7.5 مليون جنيه؟ ده انت لو هتعمل بحيره وهتسقعها كلها وتملاها حنفيات مش هتكلفك نص المبلغ ده.
وبعدين يا لعبه، احنا مش معانا بسيوني، هندي الفلوس لمين؟ يبقى ياخدهم وريثه. بولي؟ بقول لك يا مستر وسيم، دلوقتي انا لو اتبنيت بولي مش الفلوس تبقى تحت وصايتي. تبقى تحت وصايتك يا قذر. حبيبي يا ابني. الله. شيماء. اسراء الحمد لله يا حبيبتي ان انت كويسه. كنت خايفه عليكي قوي، قعدت ادعي ربنا كتير قوي واقول يا رب يا رب ما تكونش شيماء نزلت. الحمد لله مش انا اللي نزلت، غريب هو اللي نزل. طب الحمد لله. الحمد لله. هو غريب ده مش بني ادم؟ بني ادم بس مش قريبنا، احنا بسيوني اللي نزل من عندنا. بجد؟ طب الحمد لله. هو بسيوني ده مش قريبكم؟ قريبنا بس مش بني ادم. احنا على العموم يعني اتفقنا انا ومازو اننا نضحي ونخسر المهمه عشان خاطر نرجع ماما. يا سلام يا سلام، براوة عليك والله. هي دي الروح الرياضية اللي نتمناها تبقى في ملاعبنا. بغض النظر على الأسئلة الوجودية اللي أنت بتسألها، بس أنت موافق على المهاترات اللي بتتقال دي؟ يعني إيه؟ موافق إن إحنا هننسحب في المنعطف الأخير من المهمة؟ لا لا لا، مازو صاحبي الحقيقي ما كانش هيعمل كده أبداً. هننسحب ايه يا سعدون؟ انت متاخر قوي يا حبيبي، احنا اوريدي انسحبنا وخسرنا المهم. وبعدين دي ست كبيره، وبيقولوا كمان انها حماتي. مش هي حماتي صح؟ ايوه حماتي. حماتك؟ ومن امتى لا ثانيه واحده. لا هو غريب وبسيوني برضو انا زعلان عليهم بصراحه، بس في الوقت ده حماتي اهم. عشان ست كبيره صح. ولا هي مش حماتي وانتوا بتقولوا لي لا كده؟ والله حماتك يا مازو. حماتك. ايه ده؟ قلبوا على بعض. انت عملت ايه؟ قلبوا على بعض. مازو انت اتجننت يا سعدون؟ ايه الهبل اللي انت عملته ده؟ لا مستر زلومه، انا مش مجنون، انا بصحح الوضع كده. خبطت الخبطه اللي ترجع له الذاكره، اللي شبه الخبطه اللي خدها وودت له الذاكره. مش فاكر انت حضرتك كابتن صالح سليم في الشموع السوداء كان اعمى وبعدين وقع؟ ما هو العمى يعني والذاكره والبصر هما الاثنين نفس الكونسيبت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده نيته خير، بس دي الدبة اللي قتلت صاحبها. سلامات يا مازو. ودلوقتي هتلاقوا الاتوبيسات اللي جابتكم مستنياكم. انزلوا بالاسانسير ودوسوا على جي وروحوا ارتاحوا واجهزوا للمهمة الأخيرة. مازو التليفون بتاعك. انت كويس؟ بعالجك، تعال.